نحن اليوم وبعد مرور أكثر من 15 يوما وبتواطؤ مكشوف نعاقب اليوم على خمعنا وعلى تشريدنا وعلى تصريفنا من حقنا في الشغل. ها نحن اليوم وقفنا ضد الفساد ووقفنا ضد هذه الطبخة المشبوهة والتي ليست معركتنا نحن، معركة كل الأحزاب في المدينة فلتظهر مدى موقف هذه الأحزاب من الفساد. نحن نقول أن هذه المعركة الآن أصبحت معركة كل مدينة فاس ضد الفساد. ننادي سكان فاس لسنا وحدنا، بل عليهم أن ينضموا غدا وأن ينطلقوا في مسيرات من كل الجوامع ومن كل الجوامع بعد صلاة الجمعة للتضامن معنا ولنجدتنا. هذه الشركة جاءت لتخرب فاس بتواطؤ مع مسؤوليه الذين جاءوا بطبخة مشبوهة. أين المجلس الأعلى للحسابات؟ أين القضاء؟ أين الوالي؟ أين الجميع من كل هذا؟ نوجه نداء إلى كل سكان مدينة فاس للخروج في تظاهرات من كل الجوامع، تظاهرة واحدة لجانب جلالة الملك. نحن ضد الفساد ومع الإصلاح، وتحية لكل سكان مدينة فاس المحترمة. هذه التظاهرة التي سنؤكد من خلالها عودة فاس العلمية ورحيل فاس دولة الفساد